بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. هتكلم مع حضراتكم عن كلمة بعنوان السر العلمي في استعاذة النبي من جهد البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: تعوذوا بالله من جهد البلاء. فما هو جهد البلاء وما الأضرار التي قد تنجم عنه؟ جهد البلاء هو الكرب الشديد فوق الاحتمال، وهو الحالة التي يتمنى فيها الإنسان الموت بدل الحياة، فهي حالة مزرية جدا وحالة صعبة جدا. لذا كان من صفات المؤمنين في القرآن الكريم أنهم كانوا يدعون ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. طيب، والسؤال يعني علميا كيف يؤدي جهد البلاء إلى المرض؟ منظمة الصحة العالمية تقول بأن حوالي 60% من أمراض العصر تتعلق بالكرب أو الإجهاد والكرب، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. ولكن هناك قبل أن نصل إلى مرحلة جهد البلاء في الطب النفسي هناك مراحل. أول مرحلة وهي مرحلة الصدمة، ثم مرحلة المقاومة الدنيا للصدمة، ثم مرحلة المقاومة القصوى للصدمة، ثم مرحلة الاستنفاذ والإعياء. وهذه هي المرحلة التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هذه هي المرحلة التي يظهر فيها المرض. وإذا سألنا سؤال: ما هي الأمراض التي قد تنجم عن جهد البلاء اللي هو الإجهاد؟ هناك أمراض عضوية وهناك أمراض نفسية. أمراض نفسية مثل الاكتئاب النفسي، وأمراض نفسية أيضا مثل اضطرابات القلق وهي كثيرة، مثل الوسواس القهري، مثل رهاب المجتمع، مثل نوبات الهلع، وأيضا الإدمان، وقد يدخل الإنسان والعياذ بالله في الانتحار. هذه أمراض نفسية قد تلي أو تتبع جهد البلاء، وهو ما نسميه لدينا في الطب النفسي بالإجهاد. هناك أيضا أمراض عضوية زي مثلا داء السكري، وزي مثلا مرض ارتفاع ضغط الدم، وزي مثلا مرض القولون العصبي، وممكن أن يصاب الإنسان بارتكارية المزمنة للجلد أو البهاق. فأمراض كثيرة جدا نسميها نحن في الطب النفسي بالأمراض النفس جسمية. وهنا سؤال: هل كل شخص يتعرض للكرب أو الابتلاء أو جهد البلاء سوف يمرض؟ أقول لك لا، لأن هناك 3 شروط: التعرض للجهد والإجهاد، ثم توافر عوامل وراثية، ثم بعض الإشكاليات أو التشوهات الجسمانية. إذا اجتمعت هذه الثلاثة مع بعض ينشأ المرض. وإلى أن ألقاكم في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.